السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته في قناة إيمان ريفيو، قناة لنشر ملخصات الكتب وروايات. في هذه الحلقة أقدم لكم كتاب متعة أن تكون في 30 للكاتبة علا ديوب، وهو كتاب للمبتدئين في القراءة وللمقبلين على العقد الثالث من أعمارهم ولمحبي المقالات المترجمة. وككل بداية أترككم مع نبذة عن حياة الكاتب. علا ديوب كاتبة ومترجمة ومدونة سورية، ولديها مدونة تقوم من خلالها بنشر مجموعة من المقالات الإنجليزية المترجمة في مجال تطوير الذات. من الكتب التي قامت بترجمتها أشياء جميلة، وتكلمي الآن أو اصمتي للأبد، وأغرب عادات الشعوب، ومتعة أن تكون في 30 موضوع الحلقة. ليست الثلاثينيات وحدها هي التي يحدث فيها تغيرات على المستوى النفسي والجسدي والاجتماعي. العشرينيات كذلك والخمسينيات أيضا. كل مرحلة من حياتنا لها وضعها ومتطلباتها المختلفة. أتذكر مرحلة المراهقة، لكن بما أننا بصدد الحديث عن الثلاثينيات، تعال أعطيك نبذة عن بعض التغيرات على المستوى الجسدي بالطبع، حيث تحدث تغيرات هرمونية وجسدية داخلية نفسية ومزاجية وخارجية. على مستوى الشكل الخارجي، تصبح أيضا أكثر قدرة على تحديد النافع والضار من كل شيء، حتى من العلاقات، وأكثر بعدا أو قربا منها. تهدأ فورة الشباب ويحل محلها النضج، وتضيق الدوائر الاجتماعية على 2 أو 3 من أعز الأصدقاء، وتصبح أهدافك وتطلعاتك الحياتية ومسؤولياتك أكثر وضوحا أيضا. ولكن مما تنشأ الضغوط في هذه المرحلة إذن؟ تنشأ الضغوط في هذه المرحلة من التوقعات والأحلام التي بنيناها في 20. ينظر البعض إلى 30 باعتبارها نهاية الطريق وخط الإنجاز، لذا يصابون بالضغط والحزن لبلوغهم هذه المرحلة بغير إنجاز يذكر، سواء على المستوى الاقتصادي والعملي أو على المستوى الاجتماعي والزواج والإنجاب. وما يساعدك على بلوغ وتجاوز هذه المرحلة بهدوء هو الإعداد المناسب لها. فبداية عليك أن تفهم أن لكل مرحلة متطلباتها وأهدافها، ولكن تلك المرحلة ليست حكرا على أهدافك. إن كنت ممن يخاف أن يبلغ 30 وهو لم يكتشف مواهبه وقدراته بعد، فعليك العمل من الآن أيا كان عمرك، منحيا جانبا خواطرك عن الكمال والمثالية والنجاح من أول مرة. وتقبل فكرة أن تبدأ عملا أو تبذل مجهودا في الوصول إلى أمر ما، فتكون النتيجة بلوغ نصف الطريق. سيساعدك على ذلك ألا تترك الأمور للمصادقة والعشوائية والمزاج. إذا أردت تعلم شيء فابدأ فورا، فالوقت يمر بسرعة كما تعلم. فإذا أردت إتقان مهارة لابد من أن تحدد وقتا لذلك، وأن تعمل بشكل مستمر وثابت حتى يصبح من عاداتك اليومية. كلنا نغرق أحيانا في خططنا وجداولنا اليومية بحجة التخطيط والتنظيم، وتمر الأيام من غير إنجاز يذكر، بل من دون أن نبدأ أصلا. أن تبدأ وتنجز شيئا ولو بسيطا، ولو بشكل غير كامل، أفضل من لا شيء، لأن ذلك سوف يكسبك مهارة فهم نفسك وتقييم قدراتك، ويحميك من جلد ذاتك ومن الشعور باليأس والإحباط. أحد الأمور التي تعطينا معرفة ولو جزئية عن طبيعة ما نحن مقبلون عليه أن نسأل من سبقونا إلى ذلك، وهذا ما فعله أحدهم عندما اقترب يوم ميلاده معلنا دخوله عالم 30. أرسل إلى أصدقائه يستقي خبرتهم 30 وخلاصة تجربتهم، فنذكر من ذلك عددا من النصائح منها، بل من أهمها ما يتعلق بالجانب المادي والادخار للمستقبل، إذ تصبح الحياة أسهل والقدرة على مواجهة التحديات المتصاعدة في الحياة أفضل إذا كنت تقتطع من مالك وتدخر جزءا منه للطوارئ، وكما تدخر لمستقبلك ادخر لصحتك،
فاختر أنواع الأغذية المفيدة وابتعد عن الضارة، واحرص على الانتظام في لعب الرياضة، فالصحة عقد متصل، حينما تنقطع خرزة واحدة منه سيبدأ العقد كله بالتهاوي شيئا فشيئا، ومع المرور الوقت دون أن ندرك ذلك. على الجانب الآخر أيضا، حافظ على صحتك النفسية، وأحط نفسك بأشخاص أصحاب تأثير إيجابي ورؤى مشتركة. دوائر العشرينية الكثيرة ستضيق يوما بعد يوم حتى يصبح لديك صديقان أو ثلاثة نجوا من غربلة أحداث الحياة اليومية. وصحتك النفسية مهمة أكثر مما تتصور، لذا ركز مع من تحبهم ويحبونك، وبشكل خاص مع العائلة أو الوالدين. واعلم أنك في 30 مختلف عما كنت عليه في 20، وكذلك والداك. ومن النصائح المهمة التركيز. ما المشكلة في العزوبية؟ وما العيب في شخص 30 لم يتزوج بعد؟ لماذا يدفع المجتمع الأشخاص العازبين الذين تقدم بهم العمر إلى ضرورة الزواج؟ هل تتوقف الحياة على الزواج والأبناء حقا؟ وهل يشعر العاجب بالنقص؟ إجابات هذه الأسئلة متفاوتة بحسب الأحوال والأشخاص، وربما تتدخل الثقافات والأجناس في ذلك. بالطبع الزواج ليس حتميا على كل أحد، ومن جهة أخرى فإن وجوده في حياة الإنسان يعد نعمة عظيمة، والمشكلة تكمن في الضغط المجتمعي والنظر إلى الشخص الذي لم ينل نصيبه من الزواج بعد نظرة نقص وتعجب، في حين قد يكون العازب نفسه مريدا للزواج راغبا فيه. تراوده كوابيس الوحدة، إلا أنه لم يجد الشخص المناسب بعد. إذن لماذا لم يجد 30 الشخص المناسب؟ أليست تلك فترة كافية من حياته ليلتقي عدة أشخاص ويصنع علاقات اجتماعية؟ يمكننا مناقشة ذلك من خلال فهم بعض التحديات التي أوردتها الكاتبة بخصوص هذا الموضوع. فمثلا قد يرجع الأمر إلى تكون حاجز نفسي دفاعي تجاه الآخرين ناشئ عن صدمات نفسية أو أذى شخصي أو علاقة فاشلة، وبالتالي يتم تصدير هذا الحاجز لكل علاقة جديدة بشكل غير واع أو غير مباشر. المشكلة أن هذا قد يدخلنا في أمراض نفسية أخرى، كالشعور باحتقار الذات وكونها لا تستحق أن تكون في علاقة صحية، أو الوقوع في العزلة وتجنب معايشة الناس والقيام بتجارب جديدة ومختلفة، خاصة مع التقدم في العمر، أو الوقوع في اختيار شريك غير مناسب انطلاقا من الحاجز الذي صنعناه بداخلنا، وخوفا من تقبل العاطفة بسبب نظرتنا المتدنية حول أنفسنا التي صنعتها صدمات الماضي. قد ننفر من مبالغة بعض الشباب في العناية بأجسادهم، من حيث اللياقة البدنية ومستحضرات العناية بالبشرة وقياس جرامات الطعام قبل تناولها. لكن على الجانب الآخر قد نلوم آكلي الوجبات السريعة مفرطي الأوزان رثي الهيئة. بين هذا وذلك تقع المنطقة المتوازنة التي يبذل فيها معظمنا جهدا. وأيا كان عمرك، فكلما بدأت مبكرا أغلقت دونك الأمراض والأعراض المصاحبة للتقدم في العمر. أسلوب حياتنا يصنع الكيفية والكمية التي تكون عليها أجسادنا، فدورة الخمول والكسل والسمنة والجفاف مع تغير الهرمونات وانخفاض نشاط العضلات خلال تقدم العمر تنتهي بعلامات التجاعيد والبقع الداكنة وخشونة المفاصل وآلام المعدة، والقائمة تطول. وحتى ندرك أهمية ذلك علينا أن نفهم الكيفية التي تنمو وتتقدم بها أجسادنا في العمر. فمع تقدم العمر تبدأ قوة العضلات والكتلة العضلية بالتراجع بداية من 30، إضافة إلى أن ألياف العضلات التي تساعدنا على الركض والقفز تتقلص أيضا، كما يقول البروفيسور برين. وهنا تأتي أهمية التمارين، وبخاصة تلك التي تبطئ فقدان العضلات كالمقاومة ورفع الأثقال. بالطبع هنالك بعض الفوارق البسيطة بين الرجال والنساء فيما يتعلق بالتغيرات الصحية العامة، فأبرزها وأكثرها تأثيرا على المرأة ما يتعلق بالبشرة والوزن الزائد وآلام القدمين،
وتغير الهرمونات واحتمال الإصابة بسرطان الثدي. وبالتالي فإن العمل على كل جانب من هذه الجوانب مبكرا يقيها مخاطره المستقبلية. بالنسبة للرجل فهو يحتاج إلى العناية بنفسه وجسده كالمرأة تماما، مداوما على تقوية الجسد بالرياضة اللازمة. في الحقيقة الرياضة مهمة لكليهما، لا سيما تمارين المقاومة، وعلى تخلية نفسه من الأرق والتوتر والغضب الناجم عن تراكم مسؤوليات الحياة، الذي قد ينسيه أو يشغله عن العناية بجسده ومراقبة التغيرات التي تحدث له.